قبل واحد 5 سنين هذه كانت عندنا واحد العقده سميتها المدرب الاجنبي. هذه العقده الوهميه اللي ما عطاتناش ولا 10% من الانجازات اللي شفنا مع المدرب الوطني في ال5 سنوات الاخيره، بحال وليد الركراكي، محمد وهبي، وطارق السكيتيوي اللي عنده فينال ديال كاس العرب مع الصديق ديالو جمال السلامي، ونبيل باها والعديد من الاسماء. هادو كلهم اطر ومدربين مغاربه شباب قدروا ينافسوا ويتفوقوا على اقوى المدارس الكرويه في العالم، الشيء اللي خلى الاسهم ديالهم ترتفع، وبالخصوص في الساحه الكرويه القاريه والعربيه. دابا غنطرح واحد السؤال اللي كيتداول بزاف في وسط الاعلام الرياضي العربي هذه ايامات: شنو هو السر في نجاح المدرب المغربي، وكيفاش انه يقدر يحول اللاعبين من اشباح لوحوش فوق ارضيه الملعب في ظرف قصير؟ وابسط مثال المنتخب الاردني، هذا المنتخب اللي تغير الاسلوب ديالو في ظرف قصير، من منتخب عادي في 2022 المنتخب ولا كيتضرب ليه 1000 حساب في القاره الاسيويه حاليا. فبالنسبه لي اللي كيميز المدربين المغاربه هو الصرامه والانضباط التكتيكي والتركيز الذهني والثقه في اللاعبين ديالو، وهذه اهم حاجه. كيعرف كيفاش يحفز اللاعب باش يعطي كل ما عنده فوق ارضيه الملعب، وكيعرف ايضا يتعامل مع الضغوطات ويشتغل في الظروف الصعبه. بالنسبه لطريقه اللعب ديالنا اللي ولينا معروفين بها، غنعطي ابسط مثال على وليد الركراكي وطارق السكيتيوي اللي الاسلوب ديالهم كيعتمد على الضغط العالي والدفاع بشراسه والسرعه في التحول بين الدفاع والهجوم والتنويع في اللعب، وهذه الطريقه كيتميز بها بزاف طريق السكيتيوي. فإلا لاحظتوا معايا مثلا في الالعاب الاولمبيه ولا كاس العرب ولا كاس افريقيا المحليين، طارق السكيتيوي الاسلوب اللي كيلعب به في دور المجموعات ماشي هو اللي كيلعب به في الادوار الاقصائيه. فمثلا الا شفنا في مباريات دور المجموعات في كاس العرب كونتر عمان ولا السعوديه، لعب بواحد الاسلوب الا شفتوا معايا كان دفاعي بزاف، ولا شدينا كره كدور من بين بوفتيني سعدان ويلعبوا باصات طوال على الاطراف ولا في الدار ديال المدافعين. يعني حرفيا ما كايناش افكار، خونا باغي غير يتاهل وصافي. هو براسو قال قبل البطوله باللي كلما نقص المعلومات على الخصم كيكون حسن في الادوار المقبله. الخلاصه القول المدرب المغربي ولات عنده مكانه خاصه في الساحه التدريبيه العالميه، وماشي بعيد نشوفوا مدرب مغربي مع منتخبات كبيره مستقبلا سواء في افريقيا ولا اسيا ولا اوروبا. الا وصلتي حتى هنا ما تنساش تخلي لي لايك والاراء ديالكم في التعليقات، ونتلاقاو في حلقه مقبله باذن الله، والسلام عليكم.